السلام عليكم ويا صباح الفل عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده فيديو جديد وافكار جديده وكمان حاجات اقتصاديه جدا جدا باذن الله هتعجبك. فطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، وكمان تضغطي على الكل علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وندخل بينا على الفيديو ونقول الافكار اللي معانا شوية افكار حلوة جدا جدا اقتصادية هتفيدك وهتنفعك جدا في الظروف الصعبة اللي احنا بقينا فيها دي. فتابع معايا الفيديو باذن الله هيعجبك. وزي ما انتم شايفين كده عملنا الغدا مع بعض وعملنا روتين كده بسيط، بس ان شاء الله وعدكم بروتين تاني اقوى واجمد، وكمان وعدكم بمنيوهات احلى واحلى. فتابعوا معايا الفيديو، يلا بينا على فيديو النهارده. في البداية كده يا بنات احنا بقينا في اول الشهر، فانا حبيت ان انا اجيب المشتريات وحبيت ان انا اعرضها معاكم علشان تاخدوا منها افكار. هي مش مشتريات كتيرة، هي مشتريات بسيطة تعتبر اكتر للتلاجة والفطار والعشاء، بس ان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس انا حبيت ان انا يعني اقول لكم معلومات كده بسيطة للحاجات اللي بنشتريها، بالذات لو انتي مغتربة. فخلي بالك من نقط كتير قوي معينة احنا ما بناخدش بالنا منها، وساعات كتير قوي يعني بنضيع نفسنا او ناكل حاجة محرمة بسبب ان احنا ما بناخدش بالنا من الحاجات دي. بصوا، عايزة اقول لكم ان سوبر ماركت اللي هو ماي ماركت منزل الزيت النهاردة ب4 يورو وفكة الاتنين رتل. تمام. الليدل منزله بتسعة يورو الاتنين التلاتة رتل. تمام. فده طبعا احسن واوفر، يعني ممكن تجيبي لك ازازتين، يبقى انت عندك كده رتل زياده، ويعني السعر مش هيبقى غالي قوي عليك. جبت كمان حليب اللي هو اللبن، وجبت كمان علبه بيض، وده برضو اللي هو اللبن ده برضو بتاع الاطفال من عمر سنتين، في من عمر سنه وفي يعني من حسب عمر ابنك. تمام. هو حوالي بيبقى باتنين يورو ونص، هو بيبقى غالي شويه عن اللبن العادي بس بيبقى احسن يعني. جبنا هنا شيبسي وجبنا كمان اندومي. ده الحاجات دي كانت طبعا لابني وليا برضو، لان انا يعني ساعات كده بحب اكل الاندومي لو جعانه او حاجه، او اللي هي جوعت بقى نص الليل والحاجات دي. جبنا كمان كاستر، والكاستر ده ب1 يورو. خلي بالكم انا جايبه المشتريات دي كلها ما عدا الزيت واللبن من السوبر ماركت اللي هو المصري اللي هو كليوباترا يا بنات. تمام. اللي جبت الكسر ده ب21، يعني متهيألي على 21. وجبت كمان ده، وده اللي بقول لكم تاخدوا بالكم منه. ده يا بنات فيه جيلاتين بقري حلال، في اللي هو الجيلاتين الخنزير. خلي بالكم ما تروحوش تشتروا الحاجات دي من الليدل ومن السوبر ماركت اليوناني، او اي يكن يعني انت في بلد ايه. خلي بالك من النقطه دي، لان بيبقوا حاطين جيلاتين خنزير. تمام. فانتي طبعا شوفي بقى ابحثي عن كلمه خنزير عندك على النت وشوفيها بنفس اللغه بتاعه البلد اللي انت عايشه فيها، واحفظي شكل الكلمه. ولما تروحي تشتري الحاجات دي تشوفي كده المكونات بتاعتها من ورا، لو لقيتي نفس الكلمه ما تجيبهاش، لو لقيتي بقري هاتيه. تمام. جبنا كمان جبنا كمان علبه تمر ب2.5، وجبت كمان كريستال ب3 يورو 1 كيلو. وجبت كمان تين، مربى التين كان نفسي فيها جدا ب21. وجبت علبة الجبنة دي يا بنات ب2 يورو ونص. جبت كمان البتاع ده اسمه ايه، المرقة. المرقة ديت بواحد يورو. برضو اتأكدت لكم منها ان هي حلال الحمد لله. دي برضو من بتهيألي صناعة سورية، بس هي حلال ومكتوب عليها حلال، وكمان مكتوب عليها بالعربي يعني مضمونة 100%. جبت كمان الفول المدشوش، جبت الكيلو ب2 يورو علشان نعمل طعمية. وجبت كمان الفول اللي هو بتاع التدميس ب2 يورو برضو. وباذن الله عملت معاكم برضو فول التدميس، باذن الله هنزله معاكم في الفيديو باذن الله. وجبت كمان العدس ب2 يورو. وهنا كان شويه ليمون كده كنا واخدينهم من على الشجره اللي قدامنا، فجبتهم يعني قلت اوريها لكم بالمره. بس كده دي كانت كل المشتريات بتاعتي. وخلاص كده نبتدي بقى النهارده على فيديو النهارده وعلى كلام النهارده باذن الله. ان شاء الله الفيديو باذن الله يعجبكم. فزي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا المشتريات ورصيناها. ندخل بقى على الغدا ونعمل الغدا بتاع النهارده باذن الله. هنعمل فراخ مشويه وهنعمل ملوخيه جنبها. ويلا بينا النهارده نتكلم عن الافكار الحلوه جدا والبسيطه اللي ممكن تساعدك في
الازمة اللي احنا فيها دي. وكمان تساعدك لو انتي امرأة عاملة او عندك بيبيهات صغيرة. انا بعتمد الحاجات دي بالذات وانا ولادي صغيرين. اول حاجة يا بنات التفريزات. التفريزات دي من اهم واحسن الحاجات اللي ممكن تعمليها في حياتك. ليه؟ لانها بتوفر عليكي مجهود وبتوفر عليكي صحة كمان. يعني هو يوم واحد بتتعبيه وفي الاخر بتستريحي طول الشهر. فالتفريزات من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم كل ست بيت تعملها. طيب احنا ممكن نفرز ايه الايام دي؟ بصوا يا بنات، الايام دي الاسعار يعني في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة. دلوقتي الطماطم من الحاجات الرخيصة جدا. يعني لما تجيبي كل اسبوع لو بقى معاكي 10 جنيه زيادة من السوق ولا 20 جنيه ممكن تجيبي بيها كمية وتفرزيها عندك في الفريزر. دي حاجة مهمة جدا جدا برضو هتنفعك. بتعمليها بتسويها على النار عادي وبعد كده بتضربيها في الخلاط او في اي حاجة عندك وتصفيها وخلاص على كده. وبتعبيهم في اكياس وتعينيهم في الفريزر. تمام تمام. دي برضو حاجة حلوة جدا وبرضو هتنفعك وهتفيدك في رمضان. مش هتخليكي ان انتي تصرفي كتير قوي لان احنا في رمضان بيبقى دايما مكرونات، لا محاشي، لا مش عارفة ايه. فانتي بتبقى دايما محتاجة الصلصة جنبك. فانتي لو يعني في رمضان كمان الاسعار بتبقى غالية والطماطم بتغلى والدنيا كلها بتغلى. فلا انتي بقى ايه من دلوقتي كده وروحي هاتي قفص طماطم او كل اسبوع زي ما بقولك كده اللي يفوت عليك هاتي منه وعينيهم عندك في الفريزر. طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن نعملها؟ برضو المربى اللي هي الفراولة من الحاجات الحلوة جدا ان انت تعمليها وهتوفر عليك كتير قوي قوي. وكمان يعني هتوفر عليكي عصاير وكمان هتوفر عليكي لو انت عملتي مربى. طيب دلوقتي هي الكيلو وربع ب15 وساعات الكيلو ونص ب15. برضو انتي كل شهر كل اسبوع برضو حاولي ان انتي تجيبي مثلا منها ب30 جنيه. مثلا انتي هتجيبي مثلا تحطي شوية في التلاجة لولادك والباقي تاخديهم وتعينيهم في الفريزر. برضو تعملي منهم مثلا تعملي كيلو مثلا مربى وتعنيها. وعادي جدا تعمليها وتعنيها في الفريزر وتسيبيها رمضان عادي مفيش اي مشكلة. ممكن تطلعي مثلا برطمان ولا كيس تاكلوا منه دلوقتي والتاني تعملوه لرمضان ما يبقاش في اي حاجة يا بنات. دي برضو حاجات جميلة جدا وموفرة. هتعملها منها العصير هتعملي منها المربى. يبقى انت كده برضو ايه في ركن كبير قوي من الشال من على دماغك اللي هو السحور والعصاير بتاعة رمضان. ممكن كمان البرتقال نفس الموضوع. ممكن ان انت تجيبيه وتفرزيه وتعينيه في الفريزر برضو كعصير او تعمليه برضو مربى. والجزر برضو نفس الموضوع. فدي حاجات كتير قوي لازم ان احنا نستفيد منها ونخلي بالنا منها. كمان يا بنات تقطيعة الفراخ. يعني بلاش تقطعي الفراخ 4/4 وخلاص وانتهى الموضوع على كده. لا الفراخ ممكن نطلع منها اكتر من وجبة. ممكن فرخة واحدة بس لو انتي اسرة 5 افراد ممكن تطلعي منها وجبتين. طب ده ينفع؟ هينفع باذن الله. ازاي؟ هقولك. الفراخ دلوقتي يا بنات انتي بتجيبيها بلاش تقطيعة ال4/4 دي ما عادتش تنفع في الزمن ده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقطع الاجنحة من فوق كده هتقطعيهم كل قطعة لوحدها. تاخدي الجناح كامل مش اللي هو الجناح بس، لا اللي هو الدبوسة كمان بتاعة الجناح تاخديها. تمام. يبقى انت عندك كده قطعتين دول يا بنات لو انت حطيتيهم لطفل هيبقوا حلوين جدا عليه. لو حطيتي الولد تاني دبوسة او اللي هي الوردة بتاعة الدبوسة دي هتبقى جميلة جدا جدا برضو عليه. طيب احنا دلوقتي خدنا يبقى كده ايه دي حق الطفل مثلا. وجبتي انت الفرخة قطعتيها الصدر قطعتيه 4. لو كل واحد اخد قطعة حلوة جدا الحمد لله ويحمد ربنا على كده. طبعا تجيبي الفرخة مثلا 2 كيلو 2 كيلو و200 2 كيلو وربع بحيث انها تبقى كبيرة شوية فالتقطيعة هتبقى كويسة وفي نفس الوقت برضو ايه القطعة هتبقى كويسة ومشبعة. فانت هتجيبيها هتقطعيها على 4 والوراك هتقطعيهم برضو على 4. يبقى انت كده طلعتي من الفراخ 9 وجبات 9 قطع. 9 قطع ديت ممكن ان انت تعمليها على مرتين. ممكن كمان ان انت تاخدي الوراك وتاخدي الاجنحة وتاخدي قطعة كمان من الصدر تبقى دي وجبة. والصدر ونص الباقيين دول اللي هو يعني قطعة ونص اللي هما ال3 قطع الباقيين ممكن تقطعيهم مثلا وتعمليهم شاورما او ممكن تعمليهم برضو بتاع اسمه ايه ده اللهم صل على النبي ستريبس او ممكن تعمليه بانيه. فبرضو دي حاجات كويس. طيب يا بنات الحاجة برضو الرابعة
وبرضو المهمة جدا جدا اللحمة المفرومة، بلاش تجيبي اللحمة المفرومة وتحطيها كده زي ما هي، لا حطي لها التحابيش بتاعتها. يعني حطي كده على الربع كيلو مثلا بصلاية كبيرة، نص قرن فلفل او قرن كده شطة محترم، يعني حاجات من دي. برضو الحاجات دي من توفير. برضو الحاجات دي يا بنات هتنفعك جدا جدا لو انت عايز تعملي مثلا بشاميل ولا تعملي حاجة وتحطيها كده. وكمان برضو من التوفير يا بنات اللي انت تجيبي اللحمة بتاعتك، بدل ما تخلصي الغاز بتاعك لو انت انبوبة، لا هاتي مثلا كيلو اللحمة بتاعك بتاع الشهر ولا الاتنين كيلو بتوع الشهر، وكلهم على بعضهم كده اطبخيهم في مرة واحدة، علشان طبعا استهلاك الغاز. لما تطبخيهم مرة واحدة وتاخديهم وتقطعيهم على مثلا 4 أكياس وتعينيهم عندك في الفريزر، اولا هيوفروا معاكي جهد، وكمان هيوفروا معاكي حلل، وكمان هيوفروا معاكي طماطم وبهارات وملح والحاجات دي كلها، وكمان الغاز. يعني انت خبطتي كده ايه الدنيا كلها في بعضها. فممكن تعملي كده، وبرضو الحركة دي جميلة جدا وسهلة ومفيدة، اللي انت هتقطعيهم وتحطيهم كده في الفريزر هتبقى جميلة جدا. طيب وايه تاني؟ برضو يا بنات اللهم صل على النبي، الاسماك. احنا دلوقتي الاسماك اقل حاجة دلوقتي 30 جنيه، بس وجبة اساسية ولازم تدخليها لولادك. طيب الكمية مش مكفية، هنعمل ايه؟ بصي يا بنات، انت دلوقتي لما تجيبي كل واحد سمكية كبيرة هتبقى حلوة جدا جدا ليه، يعني هتفيده، ويعني هتبقى سمكية مشبعة، وفي نفس الوقت مش هتبقي كده بتستهلكي فلوس كتير. لو جبتي بال50 جنيه سمك وجبتي لكل واحد سمكية كبيرة، تمام، هتبقى حلوة جدا. يعني او مثلا سمكتين الصغير ده اللي هو ب30 جنيه، لو جبت 2 كيلو مثلا بال60 جنيه، وحطيتي مثلا لكل واحد سمكتين 3، حلو جدا جدا ما شاء الله، هيكفي ويوفي. لان دي برضو من الحاجات الاساسيه اللي لازم ندخليها لولادك. كمان يا بنات المخللات يا بنات من اي اقل حاجه ممكن تعمليها، بدل ما ترمي ورق الكرنب ممكن تعمليه مخلل. عندك برضو الصغير قوي بتاع القرنبيط ده ممكن تعمليه برضو مخلل. عندك خيارتين كده يعني دبلانين شويه ممكن تحطيهم في مخلل، يبقى انت كده برضو وفرتي موضوع المخللات اللي احنا بنشتريها من بره. وبس كده يا بنات.